سيروا شباب الأمة وتكاتفوا لينوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل في كل مكان، وحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وأخيرة من برنامجكم برنامج ساعة شباب. هذا البرنامج الذي يأتيكم من استديوهات شبكة سلام الإعلامية. باسمكم جميعا أرحب بمن يصحبني في التقديم زميلي وأخي أنس بيان. حياك الله يا أنس. حياك الله عبد الرحمن، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. ننتقل وإياكم إلى أول فقراتنا وجلسة سمر. حياكم الله من جديد مستمعين الأفاضل ومشاهدينا الكرام. لا شك أن موضوعنا في هذه الحلقة سوف يتمحور عن الموضوع الذي يتكلم عنه جميع الناس في هذه الأيام، ألا وهو استقبال شهر رمضان المبارك. بداية مصغر خلينا أسألك، كيف يستقبل الشاب شهر رمضان المبارك؟ أولا صلى الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه. سؤال جميل عبد الرحمن، اللي هو كيف يستقبل الشاب أو المرء المسلم رمضان. سئل أحد العلماء عن هذا السؤال وقيل خير ما يستقبل به رمضان هو الاستغفار. ليش؟ عجيب. قال خير ما يستقبل به رمضان هو الاستغفار، لأن الاستغفار ممحاة للذنوب، وإذا كثر عند الإنسان الذنوب حرم إيش؟ حرم التوفيق، وإذا حرم التوفيق في العبادة فلن يستلذ برمضان. فلذلك قال لك ابدأ رمضان بكثرة الاستغفار، بحيث أن الله عز وجل يحيي لك الذنوب ويرزقك التوفيق. فلذلك يكون لك إيش؟ بوابة كبيرة جدا أنك تستغل رمضان بالصوم وبقراءة القرآن وبقيام الليل والتراويح وما إلى ذلك. نعم صحيح. ومن ذلك يوجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، والزيادة من عمل الخير هي من الاستغفار ومن طلب المغفرة من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، فلما سأله أسامة بن زيد قال له: لماذا تصوم؟ لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. هذا السائل سأله الصحابي الجليل أسامة بن زيد، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبالتالي كما ذكرت يا أبو صقر، الاستغفار من الأمور التي يستقبل بها أيضا شهر رمضان المبارك. وأحب ما أو أكثر ما يستحب فعله في شهر رمضان في شهر شعبان، وكيف تستقبل شهر رمضان، أنه شهر رمضان معروف بأنه شهر الصيام، فبالتالي عندما تكثر من صيام شهر شعبان فبالتالي هذا مدعاة أنك تستعد استعدادا جيدا لشهر رمضان المبارك. أيضا الابتعاد عن المعاصي، يعني الإنسان يسعى جاهدا بقدر المستطاع أنه يخفف من المعاصي. فالطريقة لتخفيف المعاصي هي الصيام. حل جميل، أنت مثلا بتصوم قول 12 إلى 13 واحد البلدان يعني قد تصوم إلى 19 ساعة. فالصيام يكون بوابة كبيرة جدا أنها يعني يخفف المعاصي. وغير كذا أنت يعني تروض النفس على أنها تستقبل رمضان وخلاص. يعني أنت تكون مثلا صايم 10 أيام من شعبان وتستقبل فيه رمضان، يصير يعني أشبه ما يكون يعني الروتين عادي. فتصير أنت خلاص متعود أنك عندك مثلا 19 ساعة أنا والله هذه متفرغ فيها والله لقراءة القرآن، لأذكار المساء، للصلاة جميعها في المسجد. تبدأ تروض نفسك من شعبان. صحيح. وأهم الأمور هذه الابتعاد عن المعاصي. الابتعاد عن المعاصي، الإنسان لو كان صايم مستحيل يعني مثلا واحد بيصوم مثلا ويسمع أغاني، أو بيصوم ومثلا يسوي أي معصية كانت. صحيح. فالإنسان عندما يصوم يعني يحجب لنفسه المعاصي بشكل كبير جدا. صحيح. نعم. أيضا هناك نقطة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الشباب. غالب الشباب عندما يكون مثلا شيء مستقبلي
ويكون شيء هذا الامر بالنسبه له مهم جدا، يخطط له تخطيط كبير جدا. مثلا واحد يبي يسافر وتلقاه حاجز تذكره، تلقاه مرتب وش بيسوي في البلده هذيك، تلقاه حاط لستة مطاعم، تلقاه حاط لستة أماكن سياحية، تلقاه مرتب له جدول معين. وإذا ما سوى هذا الجدول ما يعني السفر ما تكون يعني وبعثرة يعني تلقاه اصلا مخطط الجدول هذا ل10 ايام. صح. اي يقول لك مثلا والله عندي 10 ايام انا استغل اليوم الاول والله في البحر، بالضبط. اليوم الثاني في حديقه، اليوم الثالث في مطعم فلاني، فتلقاه حاصر الايام. إيه. فما بالك عندك 30 يوم. صح. هنا نجي على موضوع شهر رمضان المبارك. شهر رمضان المبارك الكثير من الشباب يستقبلوا كأنه شهر عادي. أي. ممكن يقول لك والله يعني أهم شيء عندي بسويه إنه مثلا بقرأ قرآن، عندي ختمة مثلا في الشهر مرة أو مرتين أنت يسر، عندي صيام أصوم، عندي ساعات معينة أفطر فيه. هذا البلان اللي يكون في راسه. لكن إذا كان الشخص يعني يأخذ لرمضان اعتبارا حقيقيا لابد أن يخطط له تخطيطا كما يخطط لأموره الجادة في حياته. مثلا يضع له خطة واضحة في موضوع قراءة القرآن، أنا سوف أختم كل 3 ليالي، كل 5 ليالي، كل 7 ليالي، أقرأ في اليوم الفلاني، أقرأ في اليوم الواحد عدد معين من أجزاء من الأحزاب، أقرأ بعد صلاة الفجر، أضع لي ورد يومي من الأذكار، بعد صلاة الفجر عندي جلسة إلى الإشراق، تكبيرة الإحرام لا أفوتها أبدا. يضع له جدول معين في العشر الأولى، في العشر الثانية، في العشر الأواخر، يزيد من هذه الأعمال. هذه هي عندما يرتب أساسا شهر رمضان مرتب لك، يعني 30 يوم وبدايته واضحة ونهايته واضحة، ساعات الصيام واضحة، الإفطار واضحة، يعني جدول واضح. ما أنت ما يعني ما عندك إلا أنك أنت تعبي هذا الجدول بأمور كلها تصب في مصلحتك الشخصية. يوم القيامة بتروح بتشوف قدامك هذه كل الأعمال اللي أنت رتبتها بشكل منظم، بشكل يعني مرتب، سوف تجدها أمامك عبارة عن حسنات كالجبال. نعم. نعم. ايضا طيب خلينا مثلا الان يدور حول المشاهدين سؤال، يقول لك ايش مثلا الروتين اليومي اللي ممكن انا استغله في شهر رمضان المبارك؟ سؤال جميل. صحيح. يعني مثلا انا اتكلم على صعيد الشباب. مثلا انت تبدا ترتب نومك، ساعات النوم، مثلا اذا كان عندك جامعه هذه مهمة. اي ساعات النوم. والله لو واحد يقول لك خلاص والله انا اقوم من الفجر على السحور، امسكها الى 10 الصباح، اقعد مدري ايش، انام، اقوم من المغرب اسوي لي فطور وارجع. هذا فيه لخبطه. اي ما تحس الصوم. اي ما يعني في اي يعني كيف انت استغليت شهر رمضان اذا انت بتقعد تقوم من الصباح وتقعد تنام المغرب، وفي لخبطه في هذا. لكن الانسان مثلا لو قام على صلاه مثلا رتب جدوله، مثلا كان عنده دوام جامعي، نام مثلا في تمام الساعه، صلى العشاء ونام، وقام على السحور، تسحر مع أهله كان ولا مع أيا كان، مع زوجته أبنائه، تسحر، صلى الفجر، بعد صلاة الفجر قرأ له مثلا الورد اليومي. لو قرأ له مثلا، أو لو بيختم مثلا بعد كل صلاة 4 إلى 6 وجيه يقرأها بعد صلاة الفجر، يرجع البيت، يبدأ الأب يبدأ يعني يجلس مع أبنائه بعد صلاة الفجر قبل المدرسة، يعطيهم الورد اللي عندهم. البنت الصغيرة تقرأ وجهين، تبدأ أنت تعود أبنائك صحيح على هذا الكلام، تقرأ وجهين 3، تروح الجامعة، تروح المدرسة، تروح دوامك أيا كان، ترجع العصر، تشوف أغراض البيت، تساعد الوالدة في المطبخ، تساعد الأهل، تساعد زوجتك أيا كانت في المطبخ، تتعاون مع الجميع. المغرب السفرة موجودة بوجود من تحب، كان أختك، كان عيالك، كان زوجتك، أيا كان، تفطر. ماذا عن المغتربين يا والله عاد المغتربين أكثر الشباب مغتربين الفترة هذه كلهم طلاب والله يفطرون مع أحبابهم، ما عاد يسوي. الله المستعان. بعد المغرب عاد قهوة، جلسة ذكر ما بين صحيح الأبناء. خلاص على قبل أذان العشاء بنص ساعة تبدأ أن تستعد لصلاة التراويح، تبدأ تروح تلبس الملابس الجيدة وهذا، وتنطلق إلى المسجد برفقة أبنائك كانت، أو برفقة يعني أحبابك، عاد نسوي مغتربين ما عندهم لسه. المهم تطلع إلى المسجد، تصلي التراويح، ترجع تشوف، تراجع لأبنائك اللي أخذوه في المدرسة، تبدأ أنت تراجع الشيء اللي عندك اختبار، والمد على الأبواب أنت عارف يا أبو، فلا بد أن الواحد بعد صلاة التراويح هنا يستغل الوقت هذا. الله يعين.
جميل. فيعني حاول انك تسدد وتقارب. صحيح. اي نعم. صحيح. وكثير يعني حاول انك انت تبتعد عن الجوال هو بيسحب وقتك. وعاده سبحان الله المسلسلات والافلام تقول ما عندهم الا شهر رمضان المبارك اللي ينزلوا لك فيه اجود الافلام، يعني 15 الى 20 مسلسل ينزلوا لك في رمضان. انا ما ادري يعني عندك 12 شهر ايش ليش انت جاي تنزل لي او 11 شهر عفوا تنزل لي كل المسلسلات في شهر رمضان؟ يعني هل تبغى تلهي اخوك المسلم ولا ايش؟ صحيح. يعني شهر رمضان الواحد يعني الله يقول اللهم بارك لنا فيه الا وانتهى. صحيح. اي فما انت تضيعها في الجوال وتضيعها في ذي الافلام والمسلسلات. نعم. صحيح. صحيح. خصوصا النقطة الأخيرة اللي ذكرتها صدق تحس انها مستهدفة بشكل يعني أي. صريح جدا. يعني ما يكثر في شهر رمضان الا هالمسلسلات. نعم. الى ان اصبح الشباب يقول لك يا اخي انا مأجلت مسلسلاتي كلها لرمضان والله المستعان. تجد انه رمضان ما اخذه موسم. ليش؟ لانه الاعلام اثر عليه. ذكرنا في حلقات سابقة تأثير الاعلام على الشباب، هذا من تأثير الاعلام ايضا على الشباب. فتجده يعني خصص هذه 30 يوم لامور دنيوية اكثر منها تكون امور اخروية. ايضا يا ابو صقر لو قلنا انه رمضان مدرسة فهو فعلا مدرسة. اكيد. يعني يعلمك، يعني لو استطعت ان تخرج برمضان من دروس كثيرة او من عادات كثيرة او من مكتسبات كثيرة، تستطيع ان تجد من كل دقيقة فيه ومن كل ثانية فيه درس تاخذه طيلة عمرك. اولا نبدأ بالصيام. الصيام هي اكبر، خلينا نقول اكبر مكتسب او اكبر عادة ممكن تكتسبها من شهر رمضان المبارك. عندنا ما بعد رمضان 6 من شوال، عندنا ايضا صيام العشر الاولى من ذي الحجة، عندنا صيام يوم عرفة، عندنا صيام يوم عاشوراء، عندنا صيام داود ان استطاع احدكم ذلك يفطر يوم ويصوم يوم، عندنا صيام الاثنين والخميس. هذه كلها عادة تكتسبها من شهر رمضان المبارك. فبالتالي رمضان بالمناسبة يعني ليس مقتصر على العادات الدينية، يعني ممكن انت تستفيد منه بشكل كبير من ناحية الروحانيات والإيمانيات والعادات الدينية، ولكن أيضا هناك أيضا مكتسبات دينية سوف نذكرها بعد قليل. لكن دعنا نذكر أولا العادات الدينية اللي أنت ممكن تستقطبها من شهر رمضان المبارك. عندنا أيضا ورد يومي من القرآن الكريم. تجد أن الجميع بالاستثناء أو أكثر المسلمين يخصون هذا الشهر لقراءة القرآن الكريم بعد الصيام. ليش؟ لأنه أساسا شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فبالتالي أقل إنسان المحروم الذي يعني يكون له ورد من القرآن يؤهله أن يختم ختمة واحدة، هذا أقل إنسان. أيضا لجينا على موضوع المكتسبات الدنيوية. يعني ممكن الواحد يعني يستغل شهر رمضان إنه مثلا يخفف وزنه ولا يكتسب عادة صحية جديدة بحكم إنه أنت عندك فترة طويلة من الصيام، فبالتالي هذا مكتسب. كثير من الناس يستغل شهر رمضان لخسارة الوزن أو اكتساب عادات صحية، فبالتالي هذا أمر ممكن تكتسبه. والله احنا ناويين يعني الواحد ناوي شهر رمضان بينه وبينه. لا هذه فرصة، تلقى النوادي تصير زحمة الفترة دي. أي والله الشباب ما يقصرون. عندنا أيضا رمضان يعودك على الانضباط. أنت عندك ساعات معينة تفطر فيها وساعات معينة تصوم فيها، عندك وجبة معروفة هي الفطور، وجبة معروفة هي السحور. وبالتالي أيضا رمضان يعودك على الانضباط في العمل، بعكس الشهور الأخرى اللي يعني خلينا نقول أنها شوية سايبة. لكن شهر رمضان روتين المؤمن يعني يساعده على أنه يكون منضبط في بقية أموره. مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان المبارك. وإلى فقرتنا الثانية وحول العالم. اولا الدوله اللي بنتكلم فيها اليوم يعني دوله اولا نبارك لهم الفوز امس على المنتخب الشقيق مصر. لا هذه نخليها الفقره الاخيره هذه والله يقولنا يعني بالمناسبه عرفت دولتنا هذا اليوم دوله السنغال، الدوله الجميله جدا. نعم جميل. لعلنا نبدا بمقدمه بسيطه عن دوله السنغال، ودامك باركت لهم برضو احنا نبارك لهم فوزهم وتأهلهم إلى كأس العالم. لكن في هذه الفقرة دعنا نتكلم عن دولة السنغال لمن لا يعرفها تفاصيلها وأهم المعالم السياحية فيها. تعرف جمهورية السودان باسم تعرف دولة السودان باسم جمهورية السنغال، وهي دولة أفريقية تقع في الجزء الغربي من القارة، وهي إحدى أبرز دول القارة وأكبرها. وسميت السنغال بذلك نسبة إلى نهر السنغال الذي يحد الدولة من الشمال. وأيضا لدينا عاصمة السنغال وهي مدينة دكار، وهي مشهورة أيضا بشكل كبير في رالي دكار، الرالي المعروف رالي الدراجات النارية، والذي يقام أيضا على أرضها منذ عام 1977. بالتالي هذا رالي معروف ورالي تاريخي.
عندما نتحدث عن نظام الحكم في السنغال نجد أنه نظام جمهوري رئاسي وتمتلك أيضا السنغال اقتصاد قوي يعتمد على قطاعات متعددة، ويعني تجدها في موضوع التعدين، صناعة القطع المعدنية، عندنا أيضا موضوع الزراعة، السياحة، وأيضا الثورة السمكية. ولدينا أيضا في عام 2016 هناك إحصائية تقول في عام 2016 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة هو 39 مليار دولار، 39 بالضبط، الرقم 39.72 مليار دولار. بالتالي هذا رقم كبير جدا. يعني الناتج المحلي الذي يخرج من السنغال سواء من جميع الثروات، سواء عندنا السياحية والثورة السمكية وأيضا الثورة الزراعية، هذا عدد كبير مقارنة بالدول على الأقل الدول القريبة منها من دول أفريقيا. نعم. طيب ذكرت التعريف جميل وبسيط جدا عن السنغال. خلينا ناخذ موقعها الجغرافي. تقع السنغال في غرب قارة أفريقيا، وتطل من الجهة الغربية على سواحل المحيط الأطلسي، ومن الغرب تحدها دولة مالي، ومن الشمال موريتانيا. يعني عندك من الغرب مالي، ومن الشمال موريتانيا، ومن الجنوب غينيا، ومن الجنوب غينيا كما ذكرنا. وأيضا تحيط السنغال دولة غامبيا، فتحدها من الشمال والشرق والغرب، وتطل أيضا على المحيط الأطلسي من الجهة الغربية. موقعها الجغرافي يعني جميل، تطل على دول جميلة يعني وعلى البحر. أي نعم. جميل حبيت. عندنا أيضا مساحة جمهورية السنغال، تعتبر دولة السنغال من الدول الكبيرة، يعني تبلغ مساحتها 100، يعني دعنا نقول متوسطة ليست كبيرة، تبلغ مساحتها 196,722 كيلومتر مربع. بالتالي هي تقع في الترتيب رقم 88 حول دول العالم من حيث المساحة. وأيضا يصل طول ساحلها البحري إلى 531 كيلومتر على طول ساحل البحر. بالتالي يعني هذا يعتبر يعني مساحة شاسعة، تعتبر أيضا من الدول السياحية لكونها تضم هذه الثروة البحرية. عندنا تتشكل أيضا معظم أراضي السنغال من سهول رملية منبسطة، ولكن تختلف هذه الطبيعة في الاتجاه إلى الغرب. وعندنا أيضا تطل على سواحل المحيط الأطلسي، وأيضا تضم السنغال أقصى دولة أو أقصى نقطة في الغرب الأفريقي من قارة أفريقيا، وهي شبه جزيرة الرأس الأخضر التي توجد فيها العاصمة دكار، تتكون من مجموعة هضاب صغيرة مكونة من صخور بركانية. هذه المنطقة تسمى الرأس الأخضر. كما يقع على شبه جزيرة ميناء دكار، ميناء المعروف اللي تمر به كثير من السفن. عندنا يعتبر أيضا من أحد أشهر الموانئ الأفريقية. وأيضا تتمتع السنغال بمناخ استوائي يوصف بكونه حار ورطب، حيث يمتد الموسم الجاف فيها من شهر نوفمبر وحتى شهر مايو، بينما تشهد أشهر يناير ويوليو وأغسطس بتساقط أمطار كبيرة، فبالتالي هو مناخ يعني استوائي. وعندنا أيضا بسبب التنوع الجغرافي الذي يوجد في دولة السنغال، يوجد هناك 3 مناخات رئيسية في البلاد، كل منها في منطقة مختلفة. مناخ جميل متنوع. يعني أي متنوع جدا. وغير كذا يعني في الأمطار وما الأمطار، هي عندهم أعتقد 3 مناخات، اللي هو المناخ الساحلي اللي هو تتمتع به المناطق الغربية من السنغال. صحيح. التي تطل على ساحل البحر المتوسط. يتميز هذا المناخ برودة شتائه ولطافة صيفه، فيجيك يعني اللي هو لا هو بارد جدا في الشتاء وصيفه لطيف، يعني ما هو مثلا زي صيف الكويت 60 65 يشويك عادة، ولا حر السعودية يعني 50 إلى 49، لا يجيك لطيف أو شيء من هذا القبيل. نعم. وأيضا برودة شتاءه تكون يعني جميلة جدا. يصل متوسط درجة الحرارة في الشتاء إلى 17 درجة مئوية. الله يكفيك الشر في اسطنبول، وفيه البرودة عاد تصل إلى -5 هناك يقول لك الشتاء 17 جميل، يعني اللي تطلع أنت نسناس. أي الله عليك، نسناس والأجواء خفيفة. والصيف يبلغ متوسط درجة حرارة إلى 27 27 هذه الناس يتمنوها في الكويت والسعودية. 27 تخيل، هذا يقول لك الصيف يعني 7 هذا عز الصيف. 27
هذا لو جاء في السعوديه قالوا دخلنا موسم الشتاء. ايه وهذاك بالعكس هناك عندهم يروحون اي يطلعون مستلم. ويشتغلون. طيب كما يصل معدل الهطول يعني المطر عندهم ينزل بشكل كبير جدا. نعم. نعم. عندنا ايضا المناخ الثاني الا وهو مناخ الساحل الافريقي، ويظهر هذا المناخ يصقر في المناطق الشماليه القريبه من نهر السنغال، حيث يتميز هذا المناخ ببرودته، وايضا يصل متوسط درجات الحراره في الشتاء هناك الى 14 درجه مئويه، ويصل صيفا ايضا الى 22 درجه مئويه. بالتالي عندنا هذه المنطقه اللي يعني هذول عايشين في اجمل مناطق السنغال يا ابو صقر. يعني في الشتاء عندك تنزل الى 14، في الصيف الى 22. جميل. يعني يلعبون في هالرينج يعني فامورهم يعني مره مناسبه جدا. الواحد بده والله يسكن هناك يعني. اي والله يغير اجواء شوي. عندنا ايضا في الاشهر ما بين مايو واكتوبر تصل درجات الحراره الى 35 درجه مئويه، ويصل معدل الهطول المطري الى 360 ملم. المناخ الاخير هو المناخ السوداني. المناخ هذا تتمتع به بعض المناطق الجنوبيه في السنغال، يعني مش كل المناطق الجنوبيه من السنغال، ويتميز برطوبته وحرارته العاليه. هذا في الجزء الوين في الجزء الجنوبي من السنغال، يعني عنده حراره ورطوبه ما الله بها عليم، تحس انك في جده. اي حراره جدا ورطوبه عاليه جدا. سبحان الله، يعني في بعض الناس اللي تسكن المناطق هذه، يعني انا من النوعيه اللي ما احب الرطوبه. يعني مثلا يعني منطقه فيها رطوبه عاليه اجيها حق زياره، عرفت؟ اللي 5-6 ايام، فهمت؟ ماكسيموم. اي ماكسيموم اتليست يعني، فهمت؟ فتجلس هناك 5-6 ايام، اما تقول لي اسكن فيها شهر ولا شهرين، والله يعني ما تتحمل، عرفت؟ انا من النوعيات اللي زي كذا. البعض السكان اللي هناك يقول لك لا، يعني عاجبهم انه الرطوبه عاليه، لكن انتبه ترى عندهم تعصب لجوهم. ما تلعب معهم على الخفيف ذا، عرفت؟ فيعني يقول لك لا والله انا سكنني خليني اسكن في منطقه حرارتها تصل الى 60، ولا تجيني في منطقه بروده 5 و6. يعني انا في بعض يعني يميل جدا لفصل الصيف بشكل عجيب، يعني يقول لك والله انا اجلس، يعني شوف رطوبه وحراره عاليه، يا ساتر، يعني تخيل درجه حراره 60 وفي رطوبه كتب. اي جدا. فيقول لك يتميز برطوبته وحرارته العاليه، وسبحان الله في معدل هطول المطر كبير جدا. في هذا الموسم يكثر حصود الاشجار، فتلقى يعني المناخ السوداني اذا صار في الاجواء خلاص، يعني يبدا الان الشجر يخرج ودرجه الحراره ترتفع ورطوبه تكثر. هذا في المناخ السوداني. نعم. جميل. يعني سبحان الله السنغال جمعت يعني مناخات كثيره. اي يعني انت الوجهه موجوده، انت حدد لك المناخ اللي تختاره، اللي يعجبك اختاره. ما شاء الله. طيب دائما تحدثنا عن المناخ، يعني عندنا نقطه ايضا ما تحدثنا عنها الا وهي سكان السنغال. كم عدد سكان السنغال؟ عطني كذا عدد تقريبي توقع. والله يا اخي لو جينا نقول مساحه دولتهم هي 196 كيلومتر، طبعا بدون ما تشوف الاعداد هذا، عطنا كذا توقع من عندك. والله يا اخي السنغال امس ما شاء الله كانوا معبين الملعب. فاتوقع والله اعلم يقول يعني 20 مليون نسمه تقريبا. 20 مليون نسمه. يعني انت يعني لعلك زودتها شوي، هي يعني 14 مليون 320 الف و55 بس ترى على فكره شخص. هذه الاحصائيه 2016. اي هذه احصائيه 2016. اي احنا 2022 ما يعني يقول ماكسيموم نعطيها الى 15 مليون، يعني هذا ماكسيموم، يعني اذا كان في زياده سنويه في نسبه عدد السكان، وبالتالي هي تقع في الترتيب رقم 73 على مستوى دول العالم من حيث عدد السكان، ويبلغ نسبه النمو السكاني 2.42%. لو جينا حسبناها حسبه سريعه، لو جينا نقول نسبه يعني نمو السكان 2% سنويا، يعني ما ودي انا افتح الحاسبه ولكن يعني تقريبا بتوصل الى يعني قبل ال 15 مليون بشوي. عندنا ايضا تضم العاصمه دكار اكبر تجمع للسكان في السنغال، ويعيش فيها 3.52 مليون نسمه، ووفق ارقام ايضا 2015، يعني هذه الاحصائيه ايضا كانت في 2015. اللغه الرسميه وصقر، تعرف شو اللغه الرسميه في؟ ما معروف عاد. اي ما يحتاج. السنغاليين معروفين باللغه الفرنسيه، ايضا في انتشار كبير ايضا اللغه الانجليزيه، ولكن الاشهر منها دوله يعني هي اللغه الفرنسيه، كون هذه البلاد قبعت يعني
خضعت عفوا للاستعمار الفرنسي، بالتالي أكثر أو اللغة الرسمية المعتبرة هناك هي اللغة الفرنسية، وهي اللغة أيضا الأكثر انتشارا في البلاد. نعم. طيب دعنا ناخذ سريعا تاريخ السنغال. يقول لك يمتد تاريخ السنغال قديما إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تم العثور على آثار تعود إلى العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. وفي القرن الحادي عشر الميلادي احتلت بعض الشعوب نهر السنغال الذي جاءت تسميته من شعوب الأزناك الذي استوطنوا شمال السنغال وموريتانيا. وفي عام 1040 أسست هذه الشعوب مملكة إسلامية تدعى الرباط، كما قامت على أرض السنغال المملكة التي امتدت من عام 1150 وحتى القرن السادس عشر الميلادي، حيث انقسمت المملكة إلى 4 أجزاء، لكنها استعادت وحدتها وقوتها في القرن السابع عشر. نعم. نعم. لعلنا يا أبو صقر نكتفي بالحديث عن هذه الموضوعات. نعم. التي لخصنا فيها بشكل قدر المستطاع أهم ما يجب أن تعرفه عن دولة السودان. لعلنا نخرج وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده، أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد، ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم:
أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا، فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. يلوح الفجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد وإلى آخر فقرات برنامجنا في هذا اليوم وسبورت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة المحبوبة والتي دائما نستقبل فيها اتصالات. يعني الحلقة الماضية استقبلنا أكثر من اتصال وكان معنا أنا أكثر من محلل جيد ما شاء الله تبارك الرحمن. الأسبوع هذا عبد الرحمن معروف يعني هو أسبوع كأس العالم، فيه فوز وخسارة. صحيح. وافتقدنا كثير من المنتخبات العزيزة على القلب، ومنتخبات تأهلت ومنتخبات لم تتأهل. نأخذ أهم المباريات. مباراة أمس يعني القتالية كما يقول، مصر والسنغال التي فاز فيها السنغال بضربات الترجيح. رأيك عبد الرحمن في المباراة وسبب خسارة مصر وخروجها؟ أولا يعني احنا نقول للشعب المصري هارد لك، وحنا كان ودنا والله يعني كأس العالم بدون مصر تحس يعني اي ما يعني طعمها خفيف شوي. صحيح. اي نعم. زي ما ذكرت يا ابو صقر، نقول هارد لك المنتخب مصر، منتخب صاحب التاريخ العظيم في بطولة كأس أفريقيا، وأيضا لديه 4 مشاركات في كأس العالم. هذا المنتخب 3 مشاركات في كأس العالم، وكانت المفروض تكون هذه المشاركة الرابعة ولكن لم تتكلل بالنجاح. هارد لك منتخب مصر. المباراة كانت ماراثونية يا ابو صقر. مباراة يعني امتدت إلى أشواط إضافية وأيضا إلى بلنتيات. منتخب مصر كان ند قوي للسودان رغم الفوارق الفنية التي بينهم. تجد أنه في كل خط من صفوف منتخب السنغال لاعب في أوروبا. نجد في خط الحارس مندي أفضل حارس في العالم الموسم الماضي. عندنا خط الدفاع عندنا كوليبالي، عندنا في خط الوسط جاية، عندنا أيضا الشيخ كويتي، عندنا أيضا في الهجوم اللاعب المعروف كابتن فريق نادي ليفربول ساديو ماني أيضا. يعني عندك أسماء ثقيلة في الملعب. بالمقابل دعنا نروح يعني منتخب مصر، أبرز اسم لو استثنينا محمد صلاح كونه لاعب أيضا محترف، ما عندك أحد يعني إلا أن تلقاه يا في منتخب، يا يلعب في الدوري المحلي في مصر، يا يلعب في دوريات. يعني الفرق بينه وبين الدوريات التي يلعب فيها المنتخب لاعبين منتخب السنغال فوارق كبيرة. يعني عندك مصطفى محمد هذا أبرز لاعب مثلا يعني يلعب خارج منتخب مصر، بالتالي الفرق الفنية تميل للسنغال. إلا أنه منظومة مصر كانت منظومة قوية جدا، وإن كانت يعني خذلتهم في مباراة الإياب، يعني حيث أنه السنغال يعني كان الطرف المستحوذ أكثر في المباراة. هل غياب اللاعب الكبير المدافع الصلب أحمد حجازي أثر على دفاع منتخب مصر؟ والله هو بصراحة منتخب مصر كانت منظومة دفاعية قوية جدا، تمام، ولكن ما في فريق يلعب فيه الكابتن أحمد حجازي ويغيب عنه وما يفتقده الكابتن. يعني أنا أعتقد أنه منتخب مصر يكون شيء ومع أحمد حجازي يكون شيء آخر، كما فريق الاتحاد
يعني منتخب يعني لو فريق نتكلم عن الاتحاد، لو تشوف ايش الصفقه اللي اثرت بشكل كبير جدا اخر يعني سنتين باستثناء صفقه رومانينهو اللي كانت 4 سنوات، وانا اعتقد صفقه يعني رومانينهو هو افضل لاعب عندنا في الاتحاد، يعني هي قديمه من 2018 ومستمره الى هذا اليوم، ولكن في الاتحاد الحالي الذي يقبع في صداره الترتيب اهم صفقه حاليه في الاتحاد هو احمد حجازي، فبالتالي غيابه عن منتخب مصر وغيابه عن تشكيله مصر لا شك بلا استثناء انه يعني ما ياثر على الدفاع فقط، انما ياثر على الهجوم. انت لما تلعب كمهاجم وعندك انت هذا الكم الهائل من الخبره في خط الدفاع ترتاح وانت مهاجم. بالتالي يعني لا شك غياب احمد حجازي اثر على يعني المباراه. طيب يعني امس احنا تفرجنا مباراه مصر والسنغال، خلص المباراه وباركنا للفريق الفائز، وكان عندنا اصحاب كثير من مصر ويعني انت تواسيهم شويه زي كذا، لكن المشجعين المصريين اغلبهم يقول لك يا اخي الليزر غطى على محمد صلاح، الليزر غطى على الشناوي، والله مو بعرف يصد الكوره، والله يا اخي زيزو مضيع البلنتي ومدري ايش، الليزر كله محطوط على عين. حتى في صوره جت لمحمد صلاح وهو يشوت البلنتي، يعني الجمهور كله حاط حتى صلاح الله يجزاه خير وداه الجمهور. فما ادري هل الليزر كان سبب كبير في تضييع ركلات الترجيح ولا؟ مع ان محمد صلاح يعني لاعب كبير اكيد متعود على الاجواء هذه، لكن هل الشناوي مثلا يقول لك والله يعني قرأت تغريده يقول لك حطوا الليزر راح يسار والكره يمين يعني اي دون عرفت. فما ادري هل الليزر كان سبب كبير في خساره مصر؟ هو اذا احنا جينا نقول نحمل الليزر، وان كان هذا خطا وخطا يعني تشعر ان احنا نلعب في يعني تحس ان قبل 20 سنه قبل 30 سنه، ما تحس انك كنت في عام 2022. تخيل انه انت في دوله الى الان يستخدمون مثل هذه الاساليب التي نقول يعني غير اخلاقيه وغير رياضيه ابدا. يعني الرياضه احلى ما فيها واجمل ما فيها هي روح المنافسه، انك انت يكون في فريقين في ملعب 11 لاعب ضد 11 لاعب وذول الاثنين يتنافسون الكره بينهم. اما تدخل لي امور خارجيه مثل الضغط، يعني الضغط الجماهيري ممكن، صفرات الاستهجان ممكن، التشجيع، الاهازيج، هذه كلها ممكن، ولكن ليزر، رمي مخلفات، رمي علب على اللاعبين، هذه كلها امور يعني لا تليق بمنتخب كبير مثل منتخب السنغال تو يعني محقق بطوله كبيره مثل كاس افريقيا. لكن يبدو لي بايع الليزر كسب مكسب جيد جدا. ما شاء الله طلع بثروه. انا لو واحد فاتح بسط عند الباب الملعب يبيع ليزر عز الله. طيب اغنى من اللعيبه. لكن خلينا نذكر المنتخب في نقطه الليزر يا ابو صقر. انا ما احمل، واي شخص من منتخب مصر يحمل الليزر وان كان له سبب، ولكن التاثير الاكبر ليس بالليزر. انا اتكلم عن منتخب كبير مثل مصر، وش الليزر بالنسبه له؟ ولا شيء. نعم. انت مستواك الملعب هو اللي يثبت ذلك، ولا شك واديت ولا ريب انه منتخب السنغال كان افضل منتخب مصر في الذهاب والاياب. نعم. ولكن مثل هذه المباريات لا تلعب انما تكسب. نعم. والسنغال لعبت وكسبت. نبارك لها. بس دعنا ننتقل للمباراة المباراة الأخرى اللي هي البرتغال وتركيا. هارد لك للشعب التركي الخروج من كأس العالم، ونبارك للبرتغال على رأسهم كريستيانو رونالدو الذهاب يعني إلى يعني الترشح إلى كأس العالم. وطبعا كما ذكرنا يعني ما يخفى على عقل كأس العالم بدون كريستيانو رونالدو وميسي ما له طعم، ما له طعم جدا. لكن البرتغال، خليني انا اكون معك صريح في مباراه البرتغال وتركيا. مباراه البرتغال وتركيا كريستيانو رونالدو ما كان له يعني ما ظهر، ما كان له حضور. اي ما كان له. انا حسيت انك زعلان من تاهل منتخب البرتغال كاس العالم يعني. والله يا اخي لا يكون يعني مو بعاجبك يعني الموضوع. والله انا صراحه كان ودي تركيا تفوز، وفي نفس الوقت ما ودي اخسر رونالدو. ما له طعم يا اخي. ما نكذب على بعض. ميسي ورونالدو ما هو في كاس العالم. صحيح صادق. يعني تشعر كأن كأس العالم فيه شوي. لا لكن انت كنت تركي في المباراة دي. والله قلوبنا دائما مع اخواننا المسلمين، مع الاتراك. جميل. انا اشوف صراحة فوز غير مستغرب يعني، وان كانت تركيا يعني خلينا نقول ناورت المنتخب البرتغالي، وخلينا نقول داقشت معهم يعني شوي، عرفت؟ لكن الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين يعني اثرت بشكل كبير على اداء المنتخب التركي. وايضا البرتغال فازت البارحه ايضا على مقدونيا الشماليه 2-0
سجل هدفين اللاعب برونو فرنانديش. وايضا في المباراه الثانيه ما كان في اي حضور لكريستيانو سوى الاسيست الذي ظهر من كريستيانو، فبالتالي بس بالمناسبه كريستيانو رونالدو هو هداف التصفيات وايضا هداف. لا هذه ما هذه لعبه عاد، اي ما نقدر نتكلم فيها عاد. اي هذه لعبه كريستيانو. الله يجزاك خير. طيب المنتخب السعودي وتصدره لمجموعته واصلا طلع لكاس العالم. صحيح. امس فازوا 1-0 على استراليا، جاب الهدف سالم الدوسري. عقده اي نعم، عقده كانت من اول طبعا احتفاليتها المعروفه الخلط. اي فاز 1-0. صراحه المباراه كانت جميله. نبارك للمنتخب السعودي الفوز وتصدر المجموعه. لكن رايك الفني في المنتخب السعودي، في مباراه المنتخب السعودي ولا المنتخب الاسترالي امس؟ والله يعني المنتخب السعودي في هذه الجولة، يعني انت تتكلم عن مجموعه صعبه جدا، فيها اليابان، فيها استراليا، فيها الصين، فيها المنتخبات، فيها عمان كان منتخب يعني قوي جدا. تتكلم عن هذه المنتخبات كلها وتؤدي هذا الاداء وتتصدر مجموعاتك، لا ويعني تنتصر على اليابان، ويعني صح يعني هزموك، ولكنك تنتصر على باقي المنتخبات، يعني هذا الامر ليس بالامر الهين ابدا، يدل على انه عندك تشكيل قوي جدا، يعني وتدل ايضا على ان عندك منتخب، عندك مدرب كبير جدا، ايضا عندك اسماء يعني على راسهم الكابتن سلمان الفرج كابتن الفريق وبقيه اللاعبين، تجد انه عندك في فريق. انا اعتقد انه نسخه المنتخب السعودي في كاس العالم سوف تكون مختلفه تماما عن النسخه الماضيه. يكون النسخه الماضيه يعني بدأوا يستدعون يعني اللعيبه الشباب مثل عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن العبود، خالد الغنام، وما شابههم من اللعيبه لديهم المستقبل. يعني تقدر تقول انه يعني النسخه ما فيها مجامله للاعبين الفريق على حساب والله يا اخي صدارتك في الدوري بعض الاحيان تحكم يعني خلاص. طيب دخلني على نصف نهائي كاس الملك يوم الاثنين القادم بين الاتحاد والفيحاء. استعدادات، نبشر الجمهور الاتحادي بأن أحمد حجازي عما قريب سيدخل التدريبات الجماعية إن شاء الله. وعودته إن شاء الله إلى خط الدفاع السد العالي أحمد حجازي. لكن تشوف استعدادات الاتحاد ما شاء الله تبارك الرحمن، رغم الإجازة المعطينها إياها الإدارة، أعطتهم 4 أيام للاعبين، إلا حمد الله لم يغادر جدة، وبرونو هنريكي لم يغادر صالة التدريب، كلهم مستعدين. تحس انه خلاص الدم اصبح ما يكون اصفر، خلاص ابغى انجز انا، لان حمد الله اخر مباراة يوم نزل وهو يعني جاهز بنسبة 70%، وجاب لك هدف، يعني اهدافه كانت جميله جدا، جاب دبل وجاب هدف بلفه جميله جدا، هذا هو جاي 70%. الان قال لك انا بدل ما اتوقف 4 أيام اروح دبي ولا اروح لندن ايا كان، اخفف عن نفسي ضغوطات مباراه، قال لا انا واصل واجهز 100%. لا مركز، مركز الكابتن مركز، والاتحاد بشكل عام مركز في الموسم هذا انه ياخذ الثنائيه كاس الملك والدوري. انا اشوف انه صراحه ان جمع الاتحاد هذه البطولتين فسوف يكون يعني سنه تاريخيه جدا للاتحاد، كونه يعني منذ فتره يعني كبيره جدا لم ياخذ الدوري. كاس الملك عاد متعود عليه، اخر مره اخذ 2018 ما هي بالمده البعيده، وان كانت يعني الاتحاد فريق كبير يعتبر بالنسبه له هذه المده مده كبيره، الا ان يعني 2018 قبل 4 سنوات، لكن الدوري تتكلم عن 12 سنه او 13 سنه من الغياب. يعني السنه هذه ان شاء الله ان قال الله يعني نستمتع بفوز هذا الفريق الكبير الذي له ثقل ووزن في المملكه العربيه السعوديه. بس ما هل تشوف في منافس؟ يعني هل في احد مثلا بيداقش مع الاتحاد كبير جدا وياخذ منه البطولتين هذه؟ يعني بقياده ابو فيصل الشغل الجبار جدا، واللعيبه كلهم عينهم على البطولتين دي. اللي احنا ممكن الفريق الوحيد اللي انت تخشاه الاتحاد الهلال عفوا، وفرق بينه وبينه يعني نقاط كبيره جدا، مع انه هو الثاني، لكن سبحان الله في 9 إلى 7 نقاط، ما اعرف بالضبط والله. لكن مباراه واحده في جده مع عوده الكابتن احمد حجازي ان شاء الله ستفرح الاتحادين جدا. استعدادات ان شاء الله انها تكون كبيره جدا للنهائي. توقعاتك المباراه بين الاتحاد والهلال في جده، الدوري ولا النهائي؟ شفت ضمنت انا ضامن انك تعدي الفيحاء.
توقعاتك؟ والله نصف النهائي ان شاء الله ثلاثيه اتحاديه باذن الله عز وجل. وان شاء الله الكاس سيرفع امام الهلال باذن الله الذي لا تنام عينه، والتتويج باذن الله سيحسم امام الهلال ان شاء الله. كل الكاس الملك والدوري باذن الله عز وجل سيحسم امام الهلال، الفريق العظيم جدا. قبل ما نختم نود ان ننبه على امر بسيط. طبعا هذا برنامج ساعة شباب، هذه الحلقة الأخيرة في سنتوقف شهر كامل، لكن الآن أنتم قلت لهم بنتوقف شهر كامل يعتقدون أننا سنغيب عن الساحة عن الشاشة. لا. لكن احنا مواصلين معكم إن شاء الله في برنامج مسابقات العشر من ذي المسابقة الرمضانية الكبرى، نساء الصحابة باذن الله عز وجل. يعني من نبغى غايبين عن الساحه. نعم، لا باذن الله ساعه شباب سوف يعود يعني لهم بحلول جديده ان شاء الله بعد شهر رمضان المبارك. لكن خلينا الان نركز على برنامج المسابقه الرمضانيه، ونسأل المولى عز وجل ان يتقبل من ان يبلغنا اولا شهر رمضان المبارك ويعيننا فيه على الصيام والقيام. شكرا لك عبد الرحمن. حلقه جميله صراحه، وموضوع كان مهم جدا، ودولة جميلة، ومباريات جميلة جدا، وبإذن الله كل ما تمنيناه في هذه المباريات أنه يتحقق. شكر موصول لك عبد الرحمن على تقديم هذه الحلقة الجميلة، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة. لا أنسى أيضا أن أشكر زميلي الآخر الذي كان يصحبني في التقديم في بداية هذا البرنامج، زميلنا عبد الرحمن محي الدين، والذي لديه أيضا برنامج آخر في هذه القناة المباركة، قناة سلام. والله يا أخي عبد الرحمن محي الدين يعني ما يختلف عليه اثنين، هو المذيع الأول والمذيع المتألق عبد الرحمن. الله يجزاه خير، وإن شاء الله نتقابل معه إن شاء الله في المسابقة الرمضانية الكبرى. إلى ذلك الحين يا أخوان نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.